Cek satu, bismillah. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين ثم إلى رسول المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابنه عبيد الله وسيد الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وفروعهم جميع سادتنا علوي علوي ثم إلى أرواح العلماء والأولياء والصوفياء والمقصرين أينما كانوا في مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح جدادنا ثم إلى أرواح مشائخنا وأساتذتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين وإلى أرواحنا ثم إلى أرواح جدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومشائخنا وأساتذتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته والدينا ووالدهم خاصة أمواتنا أموات المسلمين عامة خصوصا إلى صاحب شمت الدرار الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وأصوله وفروعه وتلامذته ومحبيه ثم إلى صاحب الحول الحبابة أستاذة أم كلثوم بنت عبد الله
بن شيخ أبو بكر بن سالم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته، والدينا ووالدهم خاصة، أمواتنا أموات المسلمين عامة، على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وصدا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعالى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. السلام عليكم. السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك زين الأنبياء،
أتقى الأتقياء السلام عليك مقدم في الإمامة السلام عليك متوج بالكرامة السلام عليك مقدم في الإمامة السلام عليك متوج بالكرامة السلام عليك مشفع بالقيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي لودنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب لودنا
جئت للبرايا بالشرع المبين تنشر الهداية بين العالمين جئت للبرايا بالشرع المبين تنشر الهداية بين العالمين اشفع لنا 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 يا حبيبنا اشفع لنا 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 يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي صلى الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله أعوذ عليه بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطان والواضي برهان والمبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليه أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت بهيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم القدس الواسع تجليا قضاء بانتشار فضل بالقريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراه بتعداد ولا يمل تكره بكثرة الترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل قلب المنيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه
يا لقلب سروره قد توالى بحبيب رمل أنام نوالا يا لقلب سروره قد توالى بحبيب رمل أنام نوالا يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أمل أنام نوالا يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أمل أنام نوالا جل من شرف الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا جل من شرف الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أمل أنام نوالا يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أمل أنام نوالا قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أمل أنام نوالا يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أمل أنام نوالا لحظاته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح ضلالا لحظاته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح ضلالا قلب سروره قد توالى بحبيب أمل أنام نوالا يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أمل أنام نوالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أمل أنام نوالا يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أمل أنام نوالا وسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز وأن يسوي اللسان
ويحار في تعلق معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود خلق النور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آيات في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن فاجأ هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في صدور من الإيمان قواعد وتلهو على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه للخلقه من فرضه ونفله عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمتبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة ذكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها الروح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صرمة من أجل بقربه وتفايز زلال الشرف في الأصل بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا الله. فجر الربيع بمكة فجران صبح الضياء ومولد العدنان والكون بعد الجاهلية أشرقت بمحمد في حكمه شمسان. فجر الربيع بمكة فجران صبح الضياء ومولد العدنان والكون بعد الجاهلية أشرقت بمحمد في حكمه شمسان. وهواتف نطقت بمسعد مولد أخلولت الصفراء بالألوان وضاء بصرى في الشام بنوره فرحا بأهلا مولد مزدان. الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله. صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
سيأكل في شعري وما أوتيت إلا من فضول بياني ماذا سيأكل في أوصافه طلعت فوق مشاعري ولساني ماذا عسى يأكل في مدح الذي صلى عليه الله في القرآن الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله فجر بمكة فجران صبح الضياء ومورد الأدنان والكون بعد الجاهلية أشرقت بمحمد في حكه شمسان فجر الربيع بمكة فجران صبح الضياء ومورد الأدنان والكون بعد الجاهلية أشرقت بمحمد في حكه شمسان صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم في حماك نزيل يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم في حماك نزيل صادفتني من لدنك عناية لا أزور طيبة والنخيل جميل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تزيل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في عالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين
أو لوصف الكمال المطلق وحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضامة إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأزهرت من سر هذا النور ما أزهرت، وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار ظهره وبهر، فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف. وإن كانت الألسن لا تفي بيسر معشار أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تضرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن حزني إلى تدوين ما حفظه من سيار أصراف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي أما العالمين. وبقيت رايته في الكون منصورة على المر الأيام والشهور والسنين، داعي تعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعج تسوق إلى السماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. صلى الله عليه. من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية. صلى الله عليه. واستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخابف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها، فضم
الأمة أنشأوها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، فحملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، صلى الله عليه. حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم شهرته، تنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. إلهي يا سميع يا بصير، إلهي يا سميع يا بصير، ويا رحمن يا
طه المرام فهنيئا لفؤادي نال من طه المرام فهنيئا لفؤادي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. ومنذ علقت بي هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور
وابتهاج بقرب ظهور إشراك هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات والسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم، وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب وانوضح هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسد، وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعد. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناه هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. صلى الله عليه. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من حرص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. صلى الله فأتى الوقت الذي رتب الله على هدوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى حمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي
سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اقتربوا يا أهل المثاني فهذر اليوم لغران واستضيء بجمال فقبل حسني تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك البشرى بسعد مستمر ليس ينفع حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل آية ثره العار إذ حبنا بوجود مصطفى لها دي محمد صل يا ربي على حمد المشفى في القيامة صلى الله عليك يا نبي الله صلى الله عليك يا نبي الله يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليه يا نبي الله صلى الله عليه يا نبي الله يا جد الحسن والحسين صلى الله عليه يا نبي يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد الله وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل
أقصى صلى الله عليك يا نبي الله صلى الله عليك يا نبي الله يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي أغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا وهدنا نهج سبيله كي به نسعد ونرشد أستغفر رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي بلغنا بجاهه في جواره خير مقعد أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب طب علينا يا تواب طب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلوا على رسول الله صلوا على النبي. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, berikut ini kita akan mengikuti prosesi Walimatut Tasmiyah yang akan dipimpin oleh Fadilul Ustaz Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syafa' alaihi wa masykur. Sallu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan kita ada seorang anak bayi laki-laki yang akan diresmikan namanya yang telah dimupakati oleh kedua orang tuanya
disetujui oleh jid dan jidahnya dengan nama yang baik, dengan nama yang bagus sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kalian kelak di hari kiamat akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama orang tua kalian. Maka perbaguskanlah nama-nama kalian. Alhamdulillah dengan nama yang bagus, Sayyid Abdullah Sami. Sayyid Abdullah Sami bin Ahmad Fadil Al-Haddad. Semoga anak ini akan menjadi anak yang saleh, taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat, berguna untuk Islam, muslimin, nusa dan bangsanya. Dijaga olehnya Al-Quran, dijaga olehnya As-Sunnah, menjadi qurratu ain Sayyidil Kaunain wa Asyrafis Tsaqalain Jaddil Hasan wal Husain ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatiha. Allahumma nas'aluka bihaqqi Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wa ummiha wa akhiha. نسألك يا الله تبارك فينا وفي أولادنا ولا تضرهم ووفقنا وإياهم وارزقنا برهم. اللهم بارك فينا في أولادنا ولا تضرهم ووفقنا وإياهم وارزقنا برهم. اللهم بارك فينا في أولادنا ولا تضرهم ووفقنا وإياهم وارزقنا برهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل عليه. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral habaib wal asatis Jamaah Aglunika rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada pagi yang mulia ini telah mengumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka kita bersama-sama nantinya akan menjadi saksi suatu peristiwa yang sangat sakral, yakni prosesi akad nikah antara dua hamba Allah, cucu daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara kita akan berjalan baik dan lancar, mendapatkan keberkahan dan ridha daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa pula kita haturkan buat junjungan agung kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya serta kita usianya hingga akhir zaman. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah Aglunika rahimakumullah. Hari ini Ahad 22 Desember 2024 bersamaan 20 Jumadil Akhir 1446 Hijriah. Yang akan melangsungkan pernikahan adalah saudara kita As-Sayyid Abdullah bin Al-Habib Umar Asgab dengan seorang wanita bernama Asy-Syarifah Fatimah Zahra binti Al-Habib Muhammad Ghalib Al-Kab. Yang bertindak sebagai wali adalah wali nasab saudara kandungnya Al-Akh As-Sayyid Ahmad bin Muhammad Ghalib Al-Kab yang telah mendapatkan izin dari calon mempelai wanita. Adapun saksi yang pertama Al-Habib Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab dan saksi Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi. Mari, adapun mahar adalah fulus khamsah miyah alaf rupiah naqdan. Mana? Tunggu. Alhamdulillah, ampun enggak lupa enggak. Cukup. Alhamdulillah lengkap sudah administrasi kita pada saat ini. Mari kita ikuti rangkaian proses ijab kabul di mana akan dibaca suratul Fatihah. Lanjutkan dengan khutbah nikah akan disampaikan oleh guru kita Fadilul Ustaz Al-Habib Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syafa' alaihi betul masykur. Sallu ala Rasulillah. Nawaina mithla ma nawa aslafuna as-salihin inda tazwij auladihim wa banatihim. Anna Allah yubarik lahuma min hadha az-zawaj wa yarzuq lahuma al-lutf was-sihhah wal-afiyah wa yunzil minhuma adh-dhurriyyah as-salihah. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة.
الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المرحوم من عذابه وسدوته المطاع بسلطانه النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وعزهم لدينه وأكرمهم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك اسمه وتعالى عظمته جعل المصاحرة سببا لاحقا وأمرا مفترضا أوشج به الأرحام وألزم الأنام. وقال عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فأمر الله يجري إلى قضائه وقضاءه يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر عجل ولكل عجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ثم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى آمرا بالتقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم يحث أمته على التجارة الرابحة الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا على أنه من العز والكرامة تناكحوا تكثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم مخبرا على أنه من الشهوات وعاقي إذا تزوج الرجل فقد استكمل نصف دينه فليتق الله بالنسب الباقي. فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ووالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi
وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. يا سيد عبد الله بن عمر بن جعفر السقاف أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. يا سيد عبد الله بن عمر بن جعفر السقاف زوجتك وأنكحتك مخطوبتك أختي شريفة فاطمة الزهرة بنت محمد غالب بن حامد بن حسن الكاف بمهار 500,000 روبية نقدا. قبلت تزويجها ونكاحها بالمهر المذكور. بارك الله لكم وبارك عليكم وجعلكم الكثير. اللهم اجعل هذا العقد مبارك، اللهم اجعل هذا الجيران سعيد، اللهم بارك لهما وبارك فيهما واجمع شملهما في خير وعافية. اللهم اخرج منهما الكثير الطيب، اللهم اخرج منهما الكثير الطيب، اللهم اخرج منهما الكثير الطيب. اللهم اجعل قلوبهما، اللهم الف بين قلبيهما، اللهم الف بين قلبيهما واجعل بيوتهما مملوءا بالخيرات والمسرات والفيوضات والامدادات والسعادات والطمأنينة والسكينة والأرزاق الواسعة الحسية والمعنوية بخير البرية والنفع الواسع. يا حق ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وعلى آله وسلم وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. بر الرؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الحلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتئد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأسرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله علا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجمسها بإنانه. وقد انبسط الكلام في تدوين ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يسن ختم كما يسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المكفولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعون ضافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليه بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك والحامل راية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم عمدادك في عبادك وساكك وإرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحموم الخالد المخصوص منك بأجل القصائد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقرب إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك أو حقه من المعدين ولأهدك من الحافظين اللهم إنا لنا عطمان في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معنى وصورة
واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وعلمنا في الأعمال من طاعتك والصدق في خدمتك قائمين وعلمنا في الأعمال من طاعتك والصدق في خدمتك قائمين وعلمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. الفاتحة وياسين والتحليل والتسبيح والصلاة إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم الحبيب عبد الله بن محمد بن شيخ أبي بكر بن سالم وزوجاته وذريته ثم إلى روح الحبيب أحمد بن عبد الرحمن بن شهاب وزوجاته ثم إلى روح الحبيب محمد بن حامد بن شيخ أبي بكر وزوجته الحبابة مريم بنت عبد الله بن شيخ أبي بكر بن سالم ثم إلى روح الحبيب أحمد نوفل بن محمد بن حامد ثم إلى روح الحبيب فريد بن محمد بن حامد ثم إلى روح الحبيب محمد بن عثمان بن شيخ أبي بكر بن سالم وزوجاته ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن محمد بن شهاب ثم إلى روح وزوجته ثم إلى روح الحبيب محمد بن عبد الله بن شيخ أبي بكر ثم إلى روح الحبيب حسين بن عبد الله بن شيخ أبي بكر وبنت شريفة ثم إلى روح الحبيب محمد عيسى بن عبد الله بن شيخ أبي بكر وزوجته ثم إلى روح الحبيب علوي بن عبد الله زوجته الحبابة زينب بنت عبد الله بن شيخ أبي بكر بن سالم ثم إلى روح الحبيب محسن بن عبد الرحمن بن شيخ أبي بكر وزوجاته ثم وذريته ثم إلى روح الحبيب محمد غالب بن حامد الكاب ثم إلى روح الحبيب حامد بن حسن الكاب ثم إلى روح الحبيب قريش بن مهدي بن شهاب ثم ووالده سيد أحمد فؤاد ثم إلى روح الحبيب عثمان بن حسن بابود وزوجته ثم إلى روح الحبيب أحمد بن عبد الله الخري وزوجته ثم إلى روح الحبيب حسين بن علوي السقاف ثم إلى روح الحبيب مصطفى بن علوي الحسني ثم إلى روح الحبيب جعفر بن عبد الله السقاف ثم إلى روح الحبيب أحمد بن سالم أبو بتيم ثم إلى روح الحبيب حامد بن حسن بن شهاب ثم إلى روح توفيق جمال الله ثم إلى روح الحبيب محمد بن علوي بهارون ثم إلى روح الحبيب خد بن يوسف السقاف ثم إلى روح الحبيب زين بن محضر بن شهاب زوجته ثم إلى روح حبابة شريفة نعمة بنت محمد بن علي بن شهاب ثم إلى روح حبابة حميدة بنت علي بن عمر بن شهاب ثم إلى روح حبابة رقية بنت علي بن أحمد شهابتي ثم إلى روح إلى روح الحبيب محمد بن أحمد بدعة ثم إلى روح الحبيب أحمد بن علي بن أبي بكر الكاب ثم إلى أرواح من والدينا ووالديكم لمن اجتمعنا بسببهم المرحومة
المرحومة الداعية إلى الله الحبابة الشريفة أمي كلثوم بنت عبد الله بن محمد بن شيخ أبي بكر بن سالم والحبيب علوي بن عبد الله بن شيخ أبي بكر بن سالم والحبيب علي بن أحمد بن عبد الرحمن بن شهاب ثم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخل الجنة برحمته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر خشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة للعباد ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون أوآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لكم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم ولو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم له
لا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على العرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو قسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله الغفور الرحيم حمد الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق علينا هي وعلينا إن شاء الله تعالى من الآمين الآمين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وآله وصحبه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة والكرسي وثلاثة من سورة الإخلاص المعوذة لمن قد ذكر المرحومة والمغفورة المثل القيمة هباب الداعية إلى الله الهباب الشريف أم كلثوم أستاذ أم كلثوم بنت الحبيب عبد الله بن شيخ بكر بن سالم لمن اجتمعنا ها هنا بسببها أن الله يغفر لها ويرحمها سنها الجنة برحمته والدينا والديها خاصة جميع أمواتنا وأموات المسلمين عامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذين يدعون الناس صدق الله العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما وأستنا على ارتمام ببرهما فاستناء معروف لديهما وندبتنا بالله عبد جناه من الرحمة لهم عظاما وإكبارا وأوصانا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم والدينا واغفر لهم وارحمهم وارض عنهم رضوان تهل به جوامع رضوانك
ومواتن عفوك وغفرانك وطول به كرامتك وأمانك وأدر به عليهم لطائف برك وإحسانك. اللهم صل على سيدنا محمد بالأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد بالنبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد بالملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هلل من قول لا إله إلا الله وما سبح من قول سبحان الله بحمده وما قلنا يا الله يا الله وما سبحنا وما صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا المجلس في هذا مع المباركة عادية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونديها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى رسولنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وابنه عبيد الله الباقي المقدم محمد بن علي بعلوي والمقدم ثاني عبد الرحمن بن محمد أسقى وسيدنا الحبيب سيدنا علي بن أبي بكر السكران وأخوه عبد الله وأحمد شهاب الدين الأكبر وسيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم والحبيب عمر بن عبد الرحمن عطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس والحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي وكافة أولياء الله تعالى من أقطاب وأنجاب وأوتار وأبدال ورجال الغيب من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم يا رب العالمين ثم إلى أرواح حبايبنا ومشايخنا ومعلمينا وأتباع الحقوق علينا أجمعين حبيب أحمد بن شيخ بن شهاب والحبيب وصيب المقام حبيب عبد الله بن إدريس بن صاب وصولهم وبرهم ثم إلى أرواح اليمين ثم إلى أرواح المذكور والمكتوب بهذا القرطاس لما انتمأنا هنا بسببهم المرحوم حبيب عبد الله بن محمد بن شيخ بكر والحبيب علي بن عبد الله بن شيخ بكر والحبيب علي بن أحمد بن عبد الرحمن بن شهاب وهو بابا شريفة أم كلثوم بنت عبد الله بن محمد بن شيخ أبو بكر بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته ووالدين ضيف خاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالب أوزارهم وسيئ إصرارهم رحمة تنير لهم بها مجع بقبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم اللهم تحنن على دأبهم كما كانوا على دأبنا متحننين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا في حال شقاقنا متعطفين اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أسربته قلوبهم والحنانة التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي صغلت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين والرأي الذي كانوا لنا راعين أبدل ما جزيت به السعادة المصلحين والرعاة الناصحين اللهم برهم أدعاف ما كانوا يبروننا وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك بما استغلوا به في حق تربيتنا وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثاروا فيه من حق خدمتنا واعف عنهم ما ارتكبوا من السبحات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية
من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها فيما اجتره لنا وسعوا علينا والطف بهم في مضاجع البلا لطفا يزيد على لطفهم بأيام حياتهم بنا اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات فنسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونصيبا وما اقترفنا من السيئات ما اكتسبوا من خطيئات وتحملناه من التبعات فلا تلحقهم منا بذلك هوبا ولا تجعل عليهم من ذنوبنا ذنوبا اللهم وما كما سرتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوهم ولا تهملهم من أوزارنا ما ينوهم ولا تهزهم بنا في أسكر الأموات بما نحدث من المحزيات ونأتي من المنكرات وسر أرواحهم بأعمالنا بملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاة بأبناء الصلاة ولا توفقهم منا على موقف الابتداء بما نجتره من سوء الاجتراح اللهم وما تلوناه من تلاوة فزكيتها وما صلينا من صلاة فتقبلتها وعملنا من أعمال صالحة فرديتها وتصدقنا من صدقة فنميتها فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منا أقرب من حدودنا وقسمهم منا أجزاء من أقسامنا وسهمهم من ثوابها أو من سهامنا فإنك أوصيتنا ببرهم وردبتنا إلى سكرهم فأنت أولى بالبر من البارين وأحق بالوصل من المأمورين اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد وأسمعهم منا أطيب النداء يوم السناد واجعلهم بنا من أغبد الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله كفى بالله عليما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. اللهم سبحان الله وبحمده وسلام والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil islamiyah tahiyyatan mubarakah tahiyyat ahlil jinan fatahiyyatuhum fiha salam. Uhayyikum bisalamil atir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral habaib wal asatiz wal hadirina rahimakumullah. Di sini Al-Faqir akan menyampaikan susunan rangkaian dari Hall Hubaba Asy-Syarifah Ummi Kalsum binti Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim yang ke-11, yang mana acara ini, rangkaian ini sudah dimulai sejak terbitnya matahari, sejak terbitnya fajar matahari tadi, yaitu dengan berziarah ke makam Sahibatul Hall di Turba Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab, sekaligus pembacaan khatmil Quran. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan qasidah burdah Imam Bushiri
yang dibacakan oleh santri Pondok Pesantren Jamiatul Khairiyah. Kemudian juga tadi telah sama-sama kita bacakan Maulid Sibtud Duror karangan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kemudian telah kita saksikan bersama-sama tasmiyah dan juga akdun nikah dari salah satu cucu dari Sahibatul Haul. Dan juga sekarang kita sudah mendengarkan dan membaca bersama-sama Yasin dan tahlil dan juga doa birrul walidain. Dan sekarang memasuki acara selanjutnya, yaitu manaqib Sahibatul Haul Hubabah Asy-Syarifah Ummi Kalsum binti Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Namun sebelum itu Al-Faqir mengingatkan bahwasannya nanti di akhir acara kita akan melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Jadi kepada antum-antum yang belum memiliki wudhu, ada tempat wudhu di kanan panggung. Dan manaqib dari Sahibatul Haul akan dibacakan langsung oleh cucu beliau, yaitu As-Sayyid Faik Usman bin Fatahillah Ba'bud. Fa'alihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala nabi. الحمد لله الذي بنعمته تتنزل الرحمات وبذكر أوليائه وصلحائه تتنزل الرحمات والبركات والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أنجمات الظاهرات. أما بعد. Berikut sekilas tentang manaqib Hubabah Syarifah Ummul Kulsum binti Abdullah bin Muhammad bin Syekh Bakar bin Salim. Hubabah Ustadzah Syarifah Ummul Kulsum binti Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abu Bakar bin Saleh bin Syekh Bakar bin Salim, Sahibatul Haul, lahir 90 tahun yang lalu di kota Palembang, bertepatan di kampung 11 Ilir, dari seorang ibu yang bernama Syarifah Fatimah binti Ali bin Syahab, dan ayahnya Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syekh Bakar bin Salim, yang nasabnya terus bersambung pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa terputus. Hubabah Ummul Kulsum memiliki 8 orang saudara, 3 perempuan yang bernama Aminah, Maryam dan Zainabun, dan 4 laki-laki yang bernama Muhammad Isa, Muhammad Qasim, Alwi dan Husain. Semua sudah almarhum dan almarhumah. Hubabah Ummul Kulsum menikah dengan Sayyid Ali bin Ahmad bin Abdurrahman bin Syahab dan dikaruniai 9 orang anak, 6 perempuan yang bernama Zakinah, Zahra, Atika, Zakiyah, Fatmah dan Raudatul Jannah, dan 3 laki-laki yang bernama Muhammad Faisal, Abdurrahman dan Ahmad Syafiq. Pada tahun 1980, suami tercinta dipanggil Yang Maha Kuasa di saat anaknya belum ada yang menikah dan masih kecil. Hubabah Ummul Kulsum menimba ilmu agama, pengetahuan agama dari ayahnya Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syekh Bakar bin Salim, yang juga merupakan seorang ulama yang mempunyai karamah dan suri teladan di kota Palembang. Almarhumah juga menimba ilmu agama di Madrasah Ibtidaiyah Baitul Ulum yang diasuh oleh Muallim Umar, dan beliau juga banyak belajar tentang agama, dan beliau juga tidak pernah malu untuk bertanya. Hubabah Ummul Kulsum berdakwah di rumah-rumah, di musallah dan juga kelompok-kelompok pengajian selanjutnya demi menafkahi 9 anak yatim. Sambil berdakwah, beliau juga membawa barang dagangannya yang berupa pakaian dan perhiasan. Sahibatul Haul lebih kurang 70 tahun berkiprah dalam bidang dakwah dan sosial, yaitu sejak remaja sudah mengajar mengkaji fikih dan maulid tiba. Dan setelah menikah, beliau pun tetap meneruskan dakwahnya atas restu sang suami. Beliau memulai pengajian fikih dan maulid bagi perempuan, dari anak-anak, remaja, ibu-ibu sampai manula, yang dilaksanakan baik di rumah, di musholah maupun di masjid-masjid. Di samping beliau yang dikenal sebagai pelopor bagi pengajian ibu-ibu, dari peringatan maulid, beliau juga mendirikan pondok pesantren di Sungai Selincah, yang mana pada masa itu daerah tersebut masih sunyi dan sudah akan dimasuki kristenisasi. Dengan perjuangan yang mustahil bisa dilakukan oleh seorang wanita setengah baya di daerah hutan belantara, yang sekarang daerah tersebut sudah menjadi daerah yang maju. Bahkan banyak dibangun sekarang perumahan berkat adanya pondok pesantren yang telah dibangun oleh beliau. Alhamdulillah. Syarifah Ummul Kulsum dalam berdakwah terkenal sangat tegas, menyampaikan apa adanya, selalu berpegang teguh dengan hadis Nabi Muhammad SAW, "Qulil haqqa walau kana murra." Dan beliau juga selalu berdakwah tidak hanya di kota Palembang.
bahkan telah sampai ke semua pelosok Sumatera Selatan. Dan beliau memiliki murid ribuan dan sudah banyak juga organisasi yang disuruh menggantikan beliau mengajar. Dan beliau sangat konsen dengan masalah agama, terlebih yang berkaitan masalah wanita. Di saat ada larangan hitan wanita, beliau sangat marah dan akhirnya beliau merasa perlu untuk berpolitik agar suaranya dapat diterima. Dan Hubabah memasuki dunia politik untuk berdakwah dan menyampaikan aspirasinya dalam membela Islam. Beliau menjabat sebagai ketua DPD Wanita Sufiyah tingkat 1 Sumsel. Beliau selalu aktif di organisasi wanita dan aktif mengikuti seminar-seminar, antara lainnya membahas khitan wanita, terorisme, penghapusan KDRT, juga masalah narkoba dan lain-lainnya. Beliau juga tidak segan menegur ibu-ibu penjabat yang belum memakai jilbab, melarang mereka memakai hair spray, memakai cat kuku dan memanjangkan kukunya, dengan membagikan kepada ibu-ibu tersebut buku fikih wanita, kunci ibadah serta buku tahlilan yang beliau susun sendiri. Suri tauladan yang dapat kita ambil dari Sahibatul Hul antara lainnya: 1. Melarang anaknya mempunyai sifat dendam. 2. Selalu menyampaikan hajat orang lain. Beliau sangat marah kalau anaknya tidak memenuhi undangan walimah ataupun tidak takziah tanpa uzur. Beliau selalu mengingatkan anaknya untuk menjaga silaturahmi, karena sekuat apapun ibadah seorang tidak akan masuk surga kalau memutuskan silaturahmi. Yang keempat, amalan yang selalu beliau dawamkan adalah membaca Ratibul Haddad, wirid-wirid, puasa Senin Kamis dan amalan sunnah lainnya. Juga bangun dan mandi di sepertiga malam untuk melaksanakan tahajud, membaca Al-Quran sampai waktu duha. Yang kelima, amalan yang lain adalah beliau sering bersedekah, menyantuni fakir miskin, anak yatim dan lansia dengan membagikan sembako dan uang jajan untuk anak-anak yatim, lansia juga janda miskin setiap bulannya. Beliau membeli sebuah rumah di 9 Ilir yang disediakan untuk para lansia. Beliau juga yang menggagas pemindahan bangunan Musalah Karangkuang Syekh Abu Bakar bin Salim di Lorong Kemas 9 Ilir. 6. Almarhumah sangat menjaga amanah yang berupa bantuan para donatur untuk anak yatim dan pesantren agar tidak bercampur dengan uang pribadinya. Beliau memberitahukan kepada anaknya di mana letak uang donatur dan uang pribadinya apabila terjadi sesuatu pada dirinya. Yang ketujuh, dalam berdakwah beliau selalu memakai baju putih dan beliau sangat menyukai pakaian serba putih, karena menurut beliau kalau terkena najis atau kotoran mudah ketahuan, dan warna putih menunjukkan kesederhanaan, juga selalu mengingatkan kematian. Yang ke-8, Sahibatul Hul juga memiliki sifat tegas. Kalau beliau tidak setuju tentang suatu hal, beliau spontanitas menegurnya. Namun beliau juga tidak sungkan meminta maaf jikalau beliau salah, walaupun terhadap yang lebih muda. 9. Beliau juga sudah banyak mengislamkan orang yang datang menghadap beliau minta diislamkan. 10. Adapun karya tulisan beliau adalah menyusun kitab tahlilan yang sudah ribuan cetakan tersebar, bukan hanya di Sumsel saja, bahkan sampai ke provinsi lain dan bahkan sampai ke negeri jiran Malaysia dan Singapura. Dan alhamdulillah wa barakallah, sekarang buku tahlilan tersebut sudah menyebar ke mana-mana. Selalu saja ada yang berhajat minta dicetakkan lagi buku itu. Katanya, kami senang buku ini kecil, lengkap, mudah untuk dipraktekkan. Masya Allah, mudah-mudahan semua itu menjadi amalan kebaikan beliau, amin ya rabbal alamin. Yang ke-11, beliau juga banyak mengarang syair-syair lagu qasidah yang mengajak berbuat kebaikan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendukung program pemerintahan untuk membangun umat Islam. Hubabah Ummi Kulsum berdakwah di beberapa majlis pengajian ibu-ibu, antara lain seperti di Musalah Tayyibah Sungai Bayas, Musalah Fajrul Islam Lorong Kia'ah, Musalah Syekh Abu Bakar bin Salim 9 Ilir, Musalah Pasar 15 Ilir, pengajian ibu-ibu di lapangan Hatta, Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin 2 Palembang, dan Masjid Lawang Kidul 5 Ilir. Dan beliau juga aktif mengisi majlis pengajian ibu-ibu Semen Batu Raja. Sampai sekarang ibu-ibu pengajian itu masih tetap meneruskan perjuangan beliau, dan beliau sangat mencintai tugas mulia ini. Hal ini terbukti beberapa jam menjelang ajalnya, beliau masih berdakwah di Musalah Fajrul Islam Lorong Kia'ah dan menghadiri takziah almarhum Sayyid Abu Bakar As-Seggaf. Mengenai karamah Hubabah Ummi Kulsum yang didapati dari isyarat-isyarat menjelang kepergiannya dan setelah beliau meninggal dunia.
Yang pertama, beliau selalu berceramah mengenai persiapan kematian. Terakhir di Musalla Fajrul Islam, beliau membuka bab tentang mayit dan bersama-sama melantunkan qasidah tentang kematian. Yang kedua, beliau membagikan bajunya yang masih bagus kepada janda-janda yang kurang mampu, yang sering datang ke pengajian beliau. Juga membagikan lampu emergini kepada para anak yatim, lansia, fakir miskin dan menyiapkan lampu tersebut dipakai di rumah. Ternyata lampu-lampu tersebut sangatlah berguna karena pada malam setelah beberapa jam kepergiannya, PLN mematikan lampu selama sehari 2 malam. Sehingga pada malam tersebut semua orang tua, anak yatim, fakir miskin yang mendapatkan lampu tersebut menangis dan berterima kasih seraya berkata, di saat kematiannya pun Hubabah Ummul Kulsum masih berguna, dan mereka pun akhirnya mendoakan beliau meninggal dalam husnul khatimah, dan rumah pun seperti tidak mengalami kegelapan. Hubabah sudah mempersiapkannya agar tidak mengalami kegelapan. Hubabah sudah mempersiapkannya agar yang takziah tidak merasakan seperti mati lampu, subhanallah. Yang ketiga, rumah lansia yang beliau sediakan untuk para janda sampai sekarang masih tetap ada, dirasakan sangat bermanfaat oleh mereka. Yang keempat, anak-anak yatim yang selalu diberi santunan oleh beliau sekarang sudah berganti anak-anaknya dan tetap berjalan. Yang kelima, pesantren yang beliau bangun sampai kini tetap berdiri, bahkan lebih bangga, alhamdulillah. Pada tanggal 11 April 2014 bertepatan tanggal 11 Jumadil Akhir, lebih kurang jam 20.00 waktu Indonesia Barat, hari Jumat, setelah melaksanakan salat Isya dan witir, Hubabah Ummul Kulsum dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah kembali ke rahmatullah seorang hamba yang penuh dedikasinya kepada keluarga, masyarakat dan agama. Ribuan orang melayat dan ribuan orang mengantar jenazahnya. Semua murid-muridnya berdiri di pinggiran jalan, menangis sampai melambaikan tangannya. Mereka merasakan kehilangan sosok ustaz yang tidak memandang kaya ataupun miskin, tidak membedakan ras dan golongan. Para pengguna jalan pun terheran-heran seraya bertanya, siapa yang meninggal ini? Beliau belum pernah ada jenazah seorang wanita yang mengantar jenazahnya sebanyak ini, subhanallah. Ada seorang anak kecil yang rumahnya di kampung 13 Ilir juga menangisi ayahnya untuk ikut mengantar jenazahnya, Sahibatul Hol, karena anak ini melihat ada 4 bintang bersusunan di atas atap rumah beliau sejak wafatnya beliau, dan bintang tersebut mengikuti jenazahnya ketika beliau dibawa dan berada di atas kerandanya Sahibatul Hol. Hal ini berdasarkan testimoni dari seorang tua anak tersebut. Demikianlah sekelumit manaqib Sahibatul Hol yang dapat kami sampaikan. Apabila ada khilafan dan kekurangan dalam penyampaian manaqib ini, kami minta maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Dan apabila dari antum ada yang mengetahui yang berkaitan tentang manaqib Sahibatul Hol, silahkan menyampaikannya kepada kami agar manaqib Sahibatul Hol makin sempurna ke depannya. Rabbi banfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafati minal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kathiran li akhina Sayyid Faik Usman bin Fatahillah Ba'bud. Kita doakan semoga cucu-cucu beliau dapat mencontoh dan melanjutkan perjuangan dari Sahibatul Hol. Masyiral habaib wal azatid wal hadirina rahimakumullah. Memasuki acara selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah yang mana dalam kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Abuya Al-Habib Hamidun Nagib bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Fa'alaihi falyatafaddal mashkur. Sallu ala nabi.
Insyid. Muhammad wa asjili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asjili zalimin bizalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك في صلاة القائمة نادي سيدنا محمد وسيلة الفضيلة وأشرف الدرجات عليه رفع وابعثه المقام محمود الذي وعدت إنك ربي اغفر لنا ولوالدينا وفي الأمورنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا
ولك الحمد دائما أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. معاشر الحبائب الكرام، معاشر الأساتذة الفضلاء، معاشر الحجاج، معاشر الحاضرين رحمكم الله. Alhamdulillah, dari pagi di majlis ini sudah diadakan berbagai macam kegiatan dalam rangka memperingati Hauliyah Al-Hubabah Syarifah Ummi Kulthum binti Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Semoga insyaallah amaliyah ini akan sampai dengan segala amaliyah kebaikan yang dilakukan terutama oleh putra-putranya, anak-anaknya, keluarganya, cucu-cucunya, semua pencintanya, dan kita pun yang hadir, insyaallah amaliyah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan bagian dari bekal baik kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Hakikat peringatan haul adalah untuk kita mengambil pelajaran. Allah yang menyatakan fa'tabiru ya ulil absar, ambil pelajaran. Hai orang-orang yang pintar, yang punya pandangan. Kalau pintar punya pandangan, ambil pelajaran dari hal-hal yang memang dapat memberikan bimbingan dan tuntunan. Fa'tabiru ya ulil absar. Siapapun atau dari manapun, setiap di sana adanya hikmah, setiap di sana adanya bimbingan dan petunjuk ilmu, itu agar kita jadikan pelajaran untuk kita. Tadi kita mendengarkan sebagian dari manaqib Hubabah. Saya pun ya sebetulnya sangat tahu sama beliau gimana dari dulu, ya tentu ya, yang hadirin juga banyak tahu karena saya sendiri masih keponakan langsung. Di situ kita melihat bagaimana himmah yang ada pada beliau, semangatnya melebihi dari segalanya. Ulul himmati minal iman, semangat yang tinggi dalam kebaikan itu bagian dari iman. Kalau persiapan untuk pribadi beliau kita sangat tahu, ya sederhana dari segi ilmu, dari segi pengetahuan sederhana, tapi semangat yang hebat. Tentu banyak yang tahu bagaimana beliau itu semangatnya untuk dakwah di jalan baginda Nabi Muhammad SAW. Semangat inilah yang digambarkan dari masa Nabi SAW, bahkan dari masa sebelum. Ada seseorang di masa Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Allah Musa itu pernah mempertanyakan kuburnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ada yang menyatakan atau bahkan diriwayatkan kuburan Nabi Allah Yusuf itu pertamanya ada di Sungai Nil. Gimana caranya bisa tersembunyi atau terkubur di Sungai Nil? Nabi Allah Musa alaihissalam waktu itu tidak tahu di mana posisinya, sehingga beliau bertanya-tanya. Di masa beliau udah lewat berapa ratus tahun dari masa Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nabi Allah Musa bertanya, di mana, siapa yang tahu tentang kuburan Nabi Allah Yusuf alaihissalam? Dipertanyakan di sana sini. Akhirnya ada yang menyatakan di situ ada seseorang nenek-nenek, orang perempuan tua, nenek-nenek. Dia tahu
di mana terkuburnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nabi Allah Musa menyatakan, baiklah kita datang kepada nenek itu, kita kunjungi, kita datang, kita tanyakan. Nabi Allah Musa menuju kepada si nenek ini, bertanya kepada sang nenek, wahai Pulana, apakah benar kamu tahu kuburnya Nabi Allah Musa alaihissalam? Nenek itu menyatakan iya. Nabi Allah Musa menyatakan, tunjukkan kepadaku. Nenek itu bilang, oh ada syaratnya. Tunjukkan, bukan nunjukkan begitu aja, ada syaratnya katanya. Apa syaratnya? Engkau janji kepadaku katanya, aku minta di sorga bersama engkau. Nah, ini kan orang punya semangat hebat ya. Bersyaratnya apa? Mau nunjukkan di sorga sama ente. Nabi Allah Musa bertanya dulu sama Allah, ini gimana urusannya ya? Tanyakan. Ya, dapat petunjuk, baiklah kata Nabi Allah Musa alaihissalam. Ditunjukkan di tengah sungai Nil. Gimana caranya? Sama Nabi Allah Musa alaihissalam diriwayatkan diangkat, diambil, dipindah ke Palestina. Itu sebagaimana banyak riwayat menyatakan dipindahlah jasadnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam di Palestina, sebagaimana riwayat menyatakan dibarengkan dengan makom ayahnya, kakeknya, ayah kakeknya Nabi Allah Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Jadi didekatkan, dibaringkan oleh, disampingkan, disusunkan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Itu ada riwayat seperti itu. Ini kita lihat nenek-nenek menyatakan minta di dalam surga. Di mana? Di tengah-tengah sama engkau. Dia nggak mau di pinggir-pinggir surga. Ini menunjukkan semangatnya si nenek. Kata ditanya di mana? Di tengah-tengah sama engkau. Nabi Allah Musa pasti bukanlah di pinggir-pinggir pintu surga ya. Ada orang berdoa, ya Allah masukkan aku surga walaupun di pintunya ya Allah. Nah ini apain pintu? Emang ente jaga pintu? Minta yang penting masuk surga walau di pintunya surga kan? Itu semangatnya rendah. Minta surga firdausil a'la. Rasulnya idza sa'altumullah al-jannah fas'alil firdaus fa innaha tahta arsyir rahman. Kalau minta surga, minta firdausnya sekali. Jangan ngukur diri inti apa, gimana, enggak. Minta semangat dulu yang penting. Nanti urusannya kita usaha gimana untuk mendapatkan doa yang kita panjatkan pada Allah SWT. Ini gambaran tentang semangat dan permintaan. Ini kan banyak terjadi. Di masa Nabi SAW, seorang ada hamba saya, bahkan pembantu khadimur Rasul SAW, Rabi'at bin Ka'b al-Aslami. Beliau kunyahnya dipanggil Abi Firas. Beliau ini selalu membantu Nabi SAW. Keperluan-keperluan Rasul cepat dibantu apa aja. Terutama di malam hari. Malam hari kan itu waktu-waktu yang kalau kebetulan Rasulullah di jalan di mana, wah langsung dia siap-siap untuk membantu Nabi SAW. Sebetulnya ini pekerjaan paling berat. Coba bayangkan malam hari dulu untuk mempersiapkan banyu wuduknya Nabi SAW, jadi kerjanya di Abi Firas. Ketika langsung dia cepat-cepat siapin, semangat yang tinggi. Suatu hari setelah dia memberikan wuduknya Rasul, membantu Rasul SAW wuduknya, Rasulullah panggil dia, ya Aba Firas, salni, minta padaku. Minta. Ada riwayat dia nyatakan, amhilni thalathata ayyam ya Rasulullah. Kasih aku waktu 3 hari. Ditawarin minta padaku. Minta waktu dulu, mikir apa kira-kira yang diminta ini. Minta rumah yang bagus, mobil mewah, kekayaan apa yang diminta, ya. Mikir-mikir dulu, jangan salah-salah minta. Ini Rasulullah yang nawarin. Tawaran Rasul pasti jadi. Ini minta izin 3 hari, biar mikir. Nggak lama, belum sampai 3 hari dia datang, ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta jadi tamuanmu di surga ya Rasulullah. Sallallahu alaihi Nabi. Ini orang pintar-pintar, punya semangat tinggi. Aku minta duduk bersama engkau di dalam surga ya Rasulullah. Rasulullah lihatin. Rasul nyatakan, aw ghairu dzalik. Apakah enggak yang lain lagi? Ini kan tinggi sekali, minta duduk sama Rasul di surga, ya. Posisi yang paling hebat berarti. Rasul nyatakan, ada yang lain enggak? Huwa dzak, itu aja Rasul, enggak minta yang lain. Itu aja minta duduk sama engkau di surga.
Sallu ala Nabi. Coba bayangkan di dalam surga duduk sama Rasul, ya Allah. Ya. Orang masuk surga aja udah istimewa. Mintanya duduk sama Rasul. Ini tawaran Rasul, nggak mungkin lepas sudah. Akhirnya Rasul nyatakan, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Bantu aku banyak sholat, kata Rasulullah. Banyak-banyak sujud, banyak sholat. Nah ini juga berarti di antara cara atau jalan untuk mendapatkan posisi di dalam surga bersama Nabi SAW adalah banyak-banyak sholat. Banyak sholat apa ya? Sholat wajib, sholat sunnahnya yang banyak. Sholat wajib udah bukan banyak lagi, itu pokok. Sholat-sholat sunnah. Kenapa? Ya setiap sholat diantaranya kita selalu ada kontak sama Nabi Muhammad SAW. Sering anak mengingatkan. Setiap sholat, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu rahmatullah. Sedang ngucapin tahiyat pada Allah. Sedang ngucap at-tahiyatul mubarakatuh. Nanti Assalamualaikum ayuhan nabi. Kontak sama Nabi Muhammad. Setiap waktu ada hubungan, ada kontak sama Nabi Muhammad SAW. Inilah diantaranya sholat itu menghubungkan diri kita. Bukan sekedar dengan Allah. Memang yang satu perintah pokok. Di samping itu menghubungkan diri kita sama Nabi Muhammad SAW. Di saat suasana yang paling mulia, yang paling istimewa, yang paling hebat itu ngadep Allah. Tetap kita minta diajak bersama Nabi Muhammad. Ucapin salam. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Salam pada engkau, bukan beliau yang di kota Madinah, bukan beliau yang di alam barzakh. Beliau yang ada bersama kita. Nabi Muhammad ada bersama kita semua. Wa alamu anna fikum Rasulullah. Ketahui pada kita itu ada Rasulullah. Rasulullah selalu bersama kita bagi hati-hati yang membukakan, memberikan tempat untuk Nabi Muhammad. Kalau hati kita dibukakan tempat untuk Nabi Muhammad, Nabi Muhammad akan ada bersama kita dimanapun. Wa fil qabri syarif tarahu hayyan la kullil biqa'i lahu wusulu. Di dalam kuburnya Nabi Muhammad hidup. Kalau beliau nyatakan Ra'aitu Musa yusalli fi qabrih. Aku lihat Nabi Allah Musa sholat di kuburnya. Muhammad lihat Nabi Allah Musa sholat di kuburnya. Gimana Nabi Muhammad? Nabi Musa aja sholat. Menunjukkan beliau itu sholat hidup berarti. Nabi kita Muhammad SAW ila kulli biqa'i lahu wusuluh. Setiap tempat sampai Nabi Muhammad. Ibnu Hajar Al-Haytami membuat qasidah panjang lebar tentang Nabi Muhammad SAW. Antaranya itu yang beliau gambarkan. Ketika kita kenang, kita sebut, kita ucapkan salam sama Nabi Muhammad SAW dimanapun beliau sampai ada bersama kita. Allah yang sudah menyatakan. Ketika kita ucapkan salam dimanapun kita ucapkan salam, di tempat kita, di rumah kita, di toko kita, di warung kita, di kantor kita. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Beliau jawab salam kita. Bahkan dinyatakan disebut nama kita. Wa alaikassalam ya fulan disebut. Gimana enggak beruntung kita? Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak seseorang ucapin salam kepadaku melainkan aku balas salam orang tersebut. Allah hidupkan, Allah kembalikan ruhku kepadaku sehingga aku jawab salam orang tersebut. Ini hadis menunjukkan dimanapun kita berada. Hadis ini sahih, riwayat Imam Abi Dawud dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ada yang menyatakan hadis ini hasan, tetap aja dia menjadi hujjah. Siapa yang ngucapin salam sama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau jawab, bahkan disebutkan nama kita. Gimana orang tidak bangga namanya disebut terus oleh Nabi Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya fulan, ya fulan. Setiap hari berapa banyak? Apakah Rasulullah bakal lupa sama orang yang ngucapin salam terus menerus? Orang tersebut akan selalu bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Masyarul hadirin rahimakumullah. Inilah beliau baginda Nabi SAW. Orang yang ingin berada bersama beliau, orang yang beruntung luar biasa. Dan caranya banyak-banyak sholat, banyak-banyak sholawat. Kalau dinyatakan kita mau menuju kepada Allah, setiap kita butuh untuk menuju pada Allah. Kita harus untuk menuju pada Allah. Mau tidak mau kita akan kembali pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi wa ilallahil masir. Kembali pada Allah tetap. Lalu bagaimana cara kembali kepada Allah? Melalui Nabi Muhammad. Melalui Nabi Muhammad kita bisa kembali pada Allah. Asli kita, asal usul kita surga.
Kita ini sebetulnya orang-orang sorga. Dibawa turun ke bumi, harusnya balik lagi ke sorga. Itu tempat kita ada di sorga. Setiap kita dinyatakan dalam hadis, setiap kita udah punya rumah di sorga. Ada yang meninggal ke rumahnya pindah gara-gara melenceng. Na'udzubillah. Ada yang tetap bertahan, balik lagi ke tempat aslinya dia. Setiap kita udah punya rumah di sorga. Di neraka juga ada katanya. Jadi setiap yang masuk surga, nah, rumah dia di neraka dikasih tambahin untuk yang ahli neraka. Ya, insya Allah kita semuanya balik min ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Menuju pada Allah melalui jalannya Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ikut sama Nabi Muhammad. Bisa kita dapat cintanya Allah. Sampai kepada Allah. Lalu bagaimana untuk mengikuti Nabi Muhammad, menghubungkan diri kita dengan Nabi Muhammad, hidupkan sunnahnya, dan yang lebih mudah lagi untuk kita lakukan, banyak-banyak sholawat sama Nabi Muhammad. Di antaranya ucapkan salam terus sama Nabi Muhammad, sholawat terus sama Nabi Muhammad. Ini yang menghubungkan diri kita sama Nabi Muhammad. Ada seseorang guru pernah ditanya, ayu afdal, qiraatul Quran am shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang mana yang lebih afdal, baca Quran atau sholawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini pertanyaan beratnya. Yang mana yang lebih afdal, baca Quran sama sholawat sama Nabi? Guru itu bilang, inna hadha soal la sa'ab, laisa bisahal. Pertanyaannya mudah. Yang ditanyakan yang mana yang lebih afdal. Dia nggak bisa menjelaskan yang mana yang lebih afdal. Cuma dibawakan aja riwayat-riwayat tentang keutamaan Al-Quran dan keutamaan hadis. Guru ini orang pintar. Lalu dia jelaskan. Al-Quran, kama ja'a 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yaqul, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha, la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wa lam harf wa mim harf. Orang yang membaca ayat Quran, membaca Al-Quran, satu hurufnya satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10. Aku tidak nyatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, mimnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya juga satu huruf. Berarti ketika orang baca alif lam mim sudah 30 hasanat. Kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, udah berapa kita dapat? Berapa? Berapa? Bismillahirrahmanirrahim berapa hurufnya? 19. Berarti sudah 190 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Baca surat Fatihah, tambah lagi. Baca surat Baqarah, berapa? Kalau khotaman Al-Quran, gimana kalau khotaman Al-Quran terus? Berapa pahala yang kita kumpulkan? Berapa banyak yang kita simpan? Istimewa yang baca Quran. Luar biasa yang baca Quran. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Itu kalau Qurannya dibaca terus. Yang baca Quran istimewa kalau Quran dibaca. Tapi sekarang kita bisa lihat diri kita, apakah kita min ahlil Quran atau bukan. Anak sering kali kalau masalah Quran ini teringat ada nenek-nenek orang Garut. Yang cerita ikhwan kita juga sebetulnya yang tinggal di Garut. Nanti tanya-tanya saya pernah tinggal di Garut dengan dia. Dia datangi sama nenek-nenek umurnya antara 50-60 tahun hampir, dagang kue. Pakai tampak keliling-keliling pagi-pagi. Kebetulan mampir sama sohib kita itu mampir. Assalamualaikum, ya, orang dagang kue pakai salam, okay. Masuk ke rumah pagi-pagi kan, nawarin kue. Dia, dijenguknya rumah ini, masya Allah, Islami. Ada gambar habaib, ada gambar-gambar ulama, ada kalimat-kalimat ayat Al-Quran. Udah senang dia masuk. Ya kan, udah cukup. Ada gambar itu udah nunjukkan ini rumah siapa ya. Ada gambar pemain bola, baru masuk. Nah, pemain bola semua. Nah, udah tahu orang siapa ini ya. Tambah lagi artis-artis. Nah, ini arahnya kemana? Saya tahu ya. Ini gambar habaib ulama. Udah senang dia masuk. Duduk-duduk ditawarkan belanja, jual beli, udah selesai. Nggak langsung balik nih nenek-nenek nanya. Pak, kan ya, kalau kita bahasain lah. Bapak baca Quran, khotaman Al-Quran, dia tanya khotam. Bapak khotaman Al-Quran sebulan berapa kali?
Bapak khotaman Al-Quran sebulan berapa kali? Coba kita jawab masing-masing. Bapak khotaman Al-Quran sebulan berapa kali? Bisa jawab enggak kira-kira? Berapa kali kita khotam Al-Quran sebulan? Jadi berapa kali sebulan? 30 juz. Kalau sekali aja berarti ya, setiap hari 1 juz berarti ya. Ini berapa kali dia tanya? Kaget juga yang ditanya. Yang tanya kaget. Kalau ditanya banyak yang kaget enggak kira-kira? Berapa kali khotaman Al-Quran sebulan? Yang nanya, oh kaget yang ditanya. Nggak jawab gimana, dijawab ya, bingung. Karena dia pintar, dia tanya balik. Kalau ibu berapa kali khotaman Al-Quran sebulan? Ya minta ini ya. Ibu itu jawab apa? Alhamdulillah kalau saya 4 kali sebulan. Khotaman Al-Quran 4 kali sebulan. Kalau memang ada halangan itu paling 3 kali. 3 kali nggak pernah lepas dari 3 kali khotam Al-Quran. Masya Allah. Teman tadi kembali bertanya, memang ibu bisa baca Quran segitu setiap bulan? Kenapa enggak bisa kan? Kan Al-Quran bukan Quran. Kalau Quran saya nggak bisa kan nih. Kalau Quran setiap hari ganti. Kalau Quran kan yang dibaca itu juga ya. Memang ada Quran yang diganti di Palembang. Itu juga, tapi dibaca terus apa enggak? Ini nih, kalau Al-Quran kan itu terus yang dibaca. Karena itu saya bisa dibaca terus ya. Tapi kalau Quran enggak bisa kan ya. Karena ganti, belum apa ganti lagi, besok ganti lagi. Nah, itu enggak bisa. Al-Quran yang ada enggak berubah-ubah kita bisa baca terus apa enggak? Nanti tanya lagi sama diri kita juga. Masya Allah. Akhirnya kan terpanggil teman tadi pengen tahu. Nenek ini dagang kue, gimana kok bisa dia nyempatkan baca Quran? Lalu siapa yang bikin kuenya? Ada keluarga datang, kebetulan tidak jauh rumahnya dari tempat Sohaib tadi. Dia cari tahu, nenek itu punya anak, punya cucu. Tanya, dia dagang kue itu siapa yang bikin nih? Bikin sendiri katanya. Lalu kenapa anak nggak mau dia dibantuin? Terus belanja sendiri. Dia belanja sendiri, dia buat dewek, belanja dewek, terus bikin dewek, jual dewek. Kira-kira sibuk mana dia sama kita kira-kira? Sampai nggak baca. Kita sampai tidak sempat baca Quran, dia tetap sempat baca Quran banyak kitanya. Dia baca Quran sempat begitu banyak dengan segala kesibukan yang ada juga. Ah, nasi sibuk, anak ke pasar dari pagi jadi orang dulu malah di pasar baca Quran khotaman berapa kali. Berapa banyak yang khotaman di Quran sambil nunggu pedagang, pembeli. Nah, itu. Ini masih ada ya. Manusia-manusia seperti ini yang menyelamatkan sebetulnya. Yang Allah berikan keselamatan, ketentraman karena ada manusia seperti ini. Masyaallah hadirin rahimakumullah, ini Al-Quran begitu hebatnya. Semakin banyak kita baca, nah di situ semakin hebat. Dan di situ juga menetapkan di mana posisi kita di surga juga sebagaimana hadis lain. Iqra warattil warqa fi darajat. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah, tertilkan, naiklah terus pada derajat. Sesungguhnya posisi engkau di surga pada akhir ayat yang kau baca. Ternyata pada akhir huruf yang kau baca. Sallu ala Nabi. Ini hubungan kita dengan Al-Quran. Yang kedua apa? Dijelaskan tentang sholawat sama Nabi SAW. Lalu bagaimana dengan sholawat Nabi? Rasul SAW bersabda, Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang baca sholawat 1 kali padaku, Allah sholawat pada dia 10 kali. Lalu dijelaskan berapa banyak manfaat dan faedah orang yang membaca sholawat. Bisa mengampuni dosa, memudahkan segala urusan, mengangkat derajat, menyembuhkan apa dari kebaikan-kebaikan. Ada juga bisa didapat manfaat sholawat. Kalau Al-Quran menjelaskan tentang sholawatnya Allah, itu nyata. Kita sholawat 1 kali, Allah sholawat 10 kali. 1 kali sholawat Allah sama kita itu udah cukup luar biasa. Ketika kita sholat seandainya dibalas 1 kali udah hebat luar biasa. Bagaimana sampai 10 kali? Allah nyatakan dalam Al-Quran arti sholawatnya Allah apa? Liyukhrijakum huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Allah dan malaikatnya bersolawat pada kalian agar kalian dikeluarkan Allah dari kegelapan. Di antara yang paling penting kita baca sholawat, kita bisa dikeluarkan dari kegelapan hati. Bahkan kegelapan di dalam hidup kita, bahkan diri kita ada kotoran-kotoran, dosa-dosa yang mengalir semua bisa bersih dengan sholawat sama Nabi kita Muhammad.
Salawat itu sendiri yang bisa menghubungkan diri kita sama Nabi. Kita baca di Maulid, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi, salawat yang menghubungkan jiwa kita dengan jiwanya Nabi Muhammad. Dengan salawat jiwa kita bisa terhubung dengan Nabi kita Muhammad. Ya, bukan satu kali salat aja, sebanyak-banyaknya. Tapi kadang-kadang orang nggak begitu banyak tapi hatinya hidup terus sama Nabi. Nah, ini juga yang cepat membuka. Tapi ada enggak, memang lebih perlu kita perbanyak. Orang yang makin banyak tetap mendapatkan keistimewaan. Karena sholawat Allah, kalau satunya 10, gimana kalau dia baca 100? Gimana dia baca 1000? Gimana dia baca sebanyak-banyaknya sholawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Istimewa. Dan juga orang yang paling dekat sama Nabi yang udah dijanjikan Nabi sendiri. Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alaihi salat. Orang yang paling istimewa duduk di sisiku kelak nanti di akhirat di dalam sorga, orang yang paling banyak sholawat kepadaku. Sallu ala Nabi. Ini pegangan yang Allah berikan untuk kita semuanya, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad. Tinggal sekarang ini gimana semangat kita, kembali lagi kepada semangat. Sebagai penutup, ada juga yang semangatnya beda, yang rendahan. Menutup cerita, Rasul pernah dalam satu peristiwa perjalanan pulang dari perang, balik dari perang. Rasulullah pergi perang biasanya banyak, beliau itu kalau perang tidak langsung menuju satu jalan, biasanya cari jalan-jalan yang lain sehingga musuh itu tertipu, tidak tahu kalau mereka yang bakal diserang. Rasulullah mau ke arah kanan, agak lurus dulu jalannya, nanti baru belok, udah dekat baru tiba-tiba menyerang apa yang dituju oleh Nabi SAW. Seperti waktu Rasulullah perang Khaybar, seperti itu Rasulullah perang Khaybar. Khaybar di sana, Rasulullah pergi, seakan-akan orang Khaybar nggak ngira kalau dia yang bakal diserang. Sudah tengah malam, sudah hampir jaraknya sudah bisa diperhitungkan, nggak begitu jauh. Rasulullah tiba-tiba datang. Sebelum subuh sudah ada di Khaybar. Pagi-pagi orang Khaybar waktu terbit matahari, ada yang bawa cangkul, yang bawa arit, mau menuju ke mana? Ke tempat sawahnya, ladangnya. Tahu-tahu melihat Rasulullah dengan tentara udah ngelilingi Khaybar. Sampai nyata Muhammadun wal khamis, Muhammadun wal khamis. Nabi Muhammad dengan 5 posisi tentara kan ya. Rasulullah yang tanya, Allahu Akbar, kharibat Khaybar. Allahu Akbar, maksudnya kharibat, hancurlah Khaybar, kata Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah enggak langsung. Jadi perjalanan perang seperti itu Rasulullah sering lakukan untuk menipu musuh. Hingga musuh tidak tahu dari mana atau kapan Rasulullah bakal menyerang mereka. Suatu waktu diriwayatkan Rasulullah, lupa saya dalam peristiwa perang apa itu terjadi. Nah, waktu Rasulullah pergi, ya melalui satu jalan. Waktu pulangnya Rasulullah agak bingung. Ya, sahabat-sahabat juga tidak tahu jalan ini menuju. Ya pasti mencari jalan yang paling pintas. Gimana jalan yang paling dekat, motong jalan. Ditanyakan sahabat, tidak ada yang tahu waktu itu. Ada seseorang Badui, orang daerah Badui. Waktu ditanya dia tahu jalan, dia akan tunjukkan. Baik, kata Rasul, udah kamu tunjukkan. Akhirnya Baduinah jadi dalil, tarik, penunjuk jalan ini. Sampai di satu tempat yang sudah jelas mereka semua udah tahu. Akhirnya Rasulnya udah cukup sampai di sini. Sekarang kita udah paham jalannya. Sudah bisa kita melanjutkan sendiri. Lalu dipanggil Badui itu oleh Rasulullah. Ya fulan, salni. Fulan, minta sama aku. Ya, kamu tadi berbuat baik, sekarang aku mau balas. Salni, minta padaku. Rasulullah kepengen dia minta suatu hal yang hebat, yang benar-benar menjadi kebaikan dunia akhirat. Rasulullah tunggu salni. Dia mikir, ini aghnam, kasih aku kambing, kata dia. Kasih aku kambing. Masya Allah. Rasulullah bukan ini yang diinginkan Rasul. Kambing apa sebentar lagi mati habis juga ya. Dunia yang diminta sama dia rupanya. Kata Rasulullah, atil kena. Kasih masa berapa banyak. Rasulullah kasih tahu lagi, tawar lagi. Salni. Rasulullah belum puas di permintaan dia, masih belum sasaran yang diinginkan. Bukan semangat yang tinggi. Dunia apa sebentar lagi habis, ya. Salni. Asalukal ibil. Aku minta onta kali dia. Masih ke situ juga. Ya Allah. Nah, kasih atil ibil. Sampai ketiga kali Rasulullah. Ini 3 kali. Rasulullah biasanya 3 mainnya semuanya. Enggak lebih 3. Udah 3 sudah selesai dah. Kalau aja diharapkan yang ketiga ini agak pilihan yang lebih baik lagi. Salni. Artinya ru'atuha katanya. Kasih aku pengembalanya katanya. Budak-budak yang untuk ngurusinya katanya. Masya Allah masih di situ juga katanya. Bukan minta surga, minta enggak. Kambing, onta, ya,
penggembala, dasar tukang kambing, tukang onta ya. Coba urusan dunia tapi akhirat yang lebih penting lagi, itu yang diinginkan oleh baginda Nabi Muhammad. So, inilah orang yang punya semangat yang tinggi, gerak usaha. Kita lihat Hubabah, masya Allah, kita tahu dengan kesederhanaan beliau, bukanlah dengan ilmu yang enggak, tapi semangatnya bikin apa, membantu anak yatim, bikin masjid di sana sini, rajin keliling ya, keliling sana sini. Anak sering kalau datang sini, wah masya Allah, pertanyaan, soal, nanti kadang-kadang debat rahasia itu apa, masya Allah, dengan dekat juga waktu itu. Nanti kemudian itu apa, bikin pondok pesantren ya, yang mampu aja belum tentu bisa bikin pondok pesantren, mana yang nggak mampu bikin apa-apa ya. Yang sederhana tapi terwujud walaupun dengan gimana keadaannya. Insya Allah Allah jadikan keberkahan, insya Allah Allah jadikan manfaat, terutama untuk beliau itu yang masya Allah ya, dengan segala amaliyahnya. Inilah kita setiap melihat atau memperingati orang-orang yang mendahului kita, utamanya untuk kita ambil pelajaran ya, intinya pelajaran kita pada hakikatnya kepada baginda Nabi Muhammad. Ini cuma jalur dari satu jenjang ke jenjang sampai intinya adalah Nabi kita Muhammad. Kita ngambil dari yang dekat, kenapa? Yang dekat itu bisa kita saksikan sampai ke atas, dan kita saksikan walaupun mereka lebih hebat dan lebih hebat lagi, tapi intinya kita diajak sedikit demi sedikit agar kita juga mencapai posisi yang istimewa, yang mulia. Semoga Allah berikan taufik hidayah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral habaib wal asatiz wal hadirin rahimakumullah. Memasuki acara yang terakhir, yaitu talqinuz zikir, yang dalam kesempatan kali ini akan dibacakan oleh Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi. Fa'ali falyatafaddal mashkura. Shallu ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa syarafa wa karama wa majda wa 'azzama wa radiyallahu ta'ala an ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'atsu insyaallah minal aminin amin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tabarraqna min ba'dihi tabarruqan ma'suma wa la taj'alna wa man ma'ana wa hawalaina syaqiyan matrudan wa mahruma. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ihfazna ya rabbi ma amartana واحفظنا عما نهيتنا واحفظ علينا ما أعطيتنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral habaib wal asatiz wal hadirin rahimakumullah. Al-Faqir mewakili dari keluarga besar Sahibatul Hal mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Al-Faqir semuanya. Semoga ini menjadi ladang pahala bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala